طرونت اوفيسيال. يا تبون الليله تبات تتوشى عند الزهره وتقول لها واش اداني لهذا البوليتيك يا الزهره، واش اداني. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زواياه، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بأفكارك في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله. أجوا نشوفوا واحد الفيديو جد مهم. مبروك للشعب المغربي على تنظيم كأس العالم 2024. مبروك للمروك. يا بسم الله. لا كوب دي موند في 2000 طرونت اوفيسيال. يا تبون الليله تبات تتوشى عند الزهره وتقول لها واش اداني لهذا البوليتيك يا الزهره، واش اداني. يعني من القلب إلى القلب نهنئ الإخوة في المغرب ملكا وقيادة وشعب كلكم على هذه النجاحات المتتالية. هذا يعني سيكون نجاح كبير جدا له ما بعده. المسألة مو كرة قدم، المسألة ليست كرة قدم كما يتصور البعض من الدول تبحث أنها تنظم كأس العالم فقط علشان يعني رياضة، علشان يلعبوا الناس عندها كرة قدم. لا، الموضوع له أبعاد وهناك رسائل. أي دولة تستضيف كأس العالم تمرر حاجات لا يمكن أن تمرر إلا في مثل هذه المناسبات. الحاجات العالمية، الحاجات القارية، يعني أي دولة عندها شيء تريد أن توصل للعالم أو تثبتها للعالم. كأس العالم هو البوابة الرئيسية أو هذه المناسبات العالمية الكبيرة التي سيشاهدها العالم. ما شاء الله. الله ما شاء الله. بدأ أخينا المشرف القناة ما شاء الله علينا دعلنا كأس العالم هذا. ويلي بالحين بجانب الله. الله. هو الحقيقة في ذكرى جميلة بين المنتخب، بين العلم المغربي وبين كأس العالم، يعني ما زال ذكرى قطر قريبة جدا. بعد البكاء والبكاء الشديد على الزلزال جاءت فرحة أخرى. رحمة الله على الشهداء. يعني تسبب حالات مرضية لمن يكرهونه. أنا أقول من الآن أي دولة، أي إنسان، أي بشر في قلبه مرض على المغرب، أنا أعتبر أمك مسقوط الوالدين، لأنه نجاحات المغرب تسوء يا جماعة. هم ينبسطوا إذا أنتم نجحتوا حتى في بناء مدرسة ولا بناء حاجة ولا فزتوا في أي مكان. شفتوا كيف حصل لهم عندما كان يفوز المنتخب المغربي في قطر؟ كانت الصيدليات توقف، كانت الصيدليات المناوبة كلها مناوبة عند بعض الجيران الذين هم حاقدين على المغرب، لأنهم يعتبرون أي نجاح. دعمونا في قناة، اشتراكات، لايكات، تعليقات، خلوا التعليقات ديالكم. يعني حاجة حلوة للمغرب هي حاجة سيئات. أي تفوق للمغرب هو فشل. أي حاجة الله يكبر في المغرب ينقصهم كذا، هم كبروا هكذا لأنهم مسخيف الوالدين. والله العظيم عطيناهم الوصفة من زمان يا جماعة. صفوا قلوبكم لأنه نجاحات المغرب متتالية. انتم كم ستمرضون، كم ستتعبون، كم ستتألمون. يا أخي تعب عليكم، يا أخي تعب. انتم مساخف والدين يا جماعة. يا أخي صفي قلبك، صفي نيتك، وخلي يفعل مغاربة كذا. أقل شيء انتم كمواطنين في الجارة، هذا الجمهورية الجزائرية، جمهورية الموت، هذا محلل ولا ما أدري يا جماعة. صفوا قلوبكم ديروا النية وتعاملوا مع هذا الشعب بنوايا سليمة علشان تفتحوا. أما إذا أنتم انتظرتوا أنه أي تميز للمغرب سيكون وبالا عليكم، جهدوا أنفسكم لكم مسيرة كحلاء أولها ما لها أول، بس ما لها نهاية. ما فيش لها نهاية، وستورثون هذا الحقد لعيالكم وعيال عيالكم، والمرض هذا سيبقى في قلوبكم إلى أبد الدهر. حالتكم ستكون إن شاء الله يا رب العالمين. دعوني أقول لكم ما هو أهم حاجة أنا فرحت بها أول ما سمعت المغرب فاز بكأس. أنا قلت الإخوة في قطر يعني صرفوا مليارات، لكن الذي برز أكثر من قطر نفسها هو المنتخب المغربي. يعني حتى كأس العالم الذي في قطر لم يستثمر أحد ذلك المونديال كما استثمروا المغاربة خرجوا الرابح الأكبر، أحسن اللي فازوا بالكأس. إعلاميا قسما بالله يا جماعة، لو أن هذا كأس العالم اللي تشوفوه
في قطر عادوا فيه المغاربة وكانوا كان سيفوزون سيرش فيه وعادوا في فيه إلى جوجل الرباط، لن البحث يضيف عن شيء مما كلمة حصلوا عليه. المغرب حصلوا على دائرة بوم. ميزات أولا سياحية، عرف الناس المغرب أيضا من داخل قطر. والله أنا ممكن أكد لكم أن العالم الخارجي عرف المغرب وعرف المنتخب المغربي أكثر من قطر. يعني الترويج السياحي الذي حصل فعلا شهد المغاربة عرفوا بعد كأس العالم تضاعف مخيف لأعداد للأعداد الناس السواح الذين أتوا إلى المغرب بعد كأس العالم. يعني المغرب حتى في كأس العالم لقطر، قطر دفعت، قطر خسرت، والرابح الأكبر منه هي المغرب. روجت، نقلت قيم جميلة، رفعت علم فلسطين من داخل الملعب، يعني أكرمت الأسرة اليمنية والأم المسلمة والمرأة المحجبة. رأينا كيف كانوا يقبلوا السجود عندما كانوا بالنية عندما تلك الأخلاق الجميلة. وعندما ذابت الجغرافيا، يكفي أن المنتخب المغربي تقريبا المنتخب الوحيد اللي شجعه العالم الإسلامي كله دون أن يشد عن هذه القاعدة إلا جمهورية أم حسن. هي الجمهورية الوحيدة التي كانت تحزن. كان العالم كله يفرح للمغرب ويفرح للطرف. العالم كله حتى اللي ما يعرف المغرب ولا داري من هم المغاربة ولا كانوا يقولوا بلد إسلامي، يلا الحمد لله شافوا على حاجة واحدة المغرب. مع المغاربة وفرحنا مع المغاربة وبكينا مع المغاربة وكسرنا مع المغاربة. وكانت الناس كلهم ذابت الجغرافيا وذابت المقامات وذابت البلدان وذابت كل شيء، وكان العالم كله متمترس على قلب رجل واحد مع المنتخب المغربي، إلا أولئك الناس الذين كانوا حتى اسم المغرب ما يجي. هزيمة المنتخب الأسباني. المنتخب الأسباني يخرج من دور ال 16. من خرجه مدري منهم المجانين العفاريت، ولا كانوا يذكروا المغرب لا من قريب ولا من بعيد. إذن المغرب أنا أعتبر أنها كانت هي الفائز الحقيقي في كأس العالم في قطر. كانت هي المغرب هي الأبرز حتى على مستوى اللاعبين، غلي سعر اللاعبين وحصل لهم عقودات ما شاء الله كلهم في تعاقدات مع أندية كثيرة جدا. إذا خلونا الآن في كأس العالم 2003. كأس العالم 2030 ستنظمه المغرب مع البرتغال وأسبانيا، 3 دول. الثلاث المباريات الأولى ستقام خارج القارة، يعني ستكون هناك في أمريكا الجنوبية، ستقام في الأوروغواي تقريبا باعتبارها أول دولة احتضنت كأس العالم قبل 100 سنة. هي الذكرى المئوية. 3 مباريات ستقام في الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي تقريبا هكذا. أنا هذا الباراغواي وأوروغواي دائما خربط في أمهم، ما نشحاب واحدة منهن هي التي نظمت أول كأس عالم، أول مونديال عام 1900 عام، يعني الذكرى ديال 100 عام على تنظيم كأس العالم. إن شاء الله في كأس يعني 3 ماتشات الأولين غيتلعبوا تما عندهم في أمريكا اللاتينية، أوروغواي، باراغواي والأرجنتين على ما أظن. الرئيس راه غيلعب البرتغال وإسبانيا والمغرب، يعني مناصفة أو مشاركة بين هذه الثلاثة الدول اللي هي البرتغال. شوف مع الكبار، قلنا لكم مع الكبار، مع دول أوروبية فاعلة، مع دول أوروبية. البرتغال أعتقد هي نفسها الذي ذهب تبون الرجيب يقول لهم أيالة الجزائر، أيالة الحفظة العثمانية الجزائر، هي نفسها البرتغال وقالها من هناك. البرتغال وإسبانيا بيدقوا كأس العالم مع المغرب، وبيفرح العالم كله، وكلنا سنكون هناك إن شاء الله إذا الله أمد في أعمارنا. ما هو البعد؟ ما هي الفائدة من كأس العالم؟ ما هي الفائدة؟ أولاً هناك عملية تنمية ستتحرك في البلد. مرحبا بك في أي وقت. سيتم إصلاح مع ملاعب، هذا إذا لم يتم بناء ملاعب جديدة. سيتم تطوير البنية التحتية، ولو أنه ما شاء الله المغرب يعني من حيث البنية التحتية والطرقات والفنادق والمطاعم أعتقد ما ينقص شيء. ربما استثمارات بحاجة إلى ملعب إضافي. شركات عالمية غتدخل كذا، ملعب ضخم في العيون. الشيء الحمد لله ملعب ضخم في العيون. أنا أقول لكم ليش في العيون، وهذا هو البعد، هذا هو البعد الأساسي والبعد المهم والبعد الخطير. إن شاء الله كأس العالم رجع ما يخليش. أقول لكم الجماعة كانوا بيموتوا علشان الكاف في أفريقيا، الكاف بس الكاف قامت القيامة عليهم. هيت والله بيني وبينكم والله يكون في عون، والله ضربات توالت بشكل مخيف والله العظيم. وعاد ما شافوا والو، انتم ما شفتوا والو، يعني انتم الكارهين للمغرب
هذه جمهورية الماوز. أنتم ستتعبون، والله ستتعبون، ستموتون قهرا، ستموتون غما وكمدا وقهرا. ولا شفت والو، ما شفت والو أنا، فهمت والو أنا. جبروها فرصة، لو جلدي تكينا أمة. كأس العالم، الكاف 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 عادوا ما قد، والله ما قد حتى فاقوا من صدمة الكاف. صدمة الكاف ما زالت مسيطرة عليهم إلى الآن، ما زالوا في هذيان، ما زالوا يخربطوا، ما زالوا تحت تأثير الصدمة. وتجي لهم واحدة أكبر. والمشكلة أن المصايب اللي تنزل على هذا الجمهورية المحدثة كل واحدة أكبر من الثانية. اخونا يا كل واحدة أكبر من الثانية. شوف يعني مقهورين على أنه راح منهم الكاف، جاء لهم كأس العالم، واحدة ورا واحدة. خلونا نعدهم. لا هم نجحوا في مونديال قطر، ولا هم نجحوا في البريكس، ولا هم نجحوا حتى في تزوير ستاربكس، ولا هم نجحوا حتى في تأمين العدد في المواطن. ما زال العدد يعرف محتوى، ولا هم اشتراك، ولا في اللوبيا، جرس، ولا هم نجحوا حتى في تنظيم كأس العالم، ولا هم يحزنون ولا ما تنساوش والو. المهم هذا هو الفيديو اللي كان معنا اليوم. ان شاء كان معنا، نتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم، ومبروك مرة اخرى للشعب المغربي حكومة وشعبا على هذا الحفل، يعني اللي غادي يستضيفوا البرتغال والمغرب واسبانيا المونديال ان شاء الله باذن الله. كان معكم نادير، خوكم نادير، في امان الله. ما تنساوش بارطاج ولايكات. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زواياه، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بأفكارك في التعليقات.